السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملت بوست على الصفحة بقول فيه اسألوا الأولاد عايزين يعملوا ايه في العيد، يا ترى توقعاتهم ايه في العيد، عايزين العيد يمشي ازاي. لقيت تعليقات كتير ومن ضمنها ناس كتير قالت لي لا نخاف، لا هيبدأ يقول لي حاجات وهمية وأوفر جدا، وهيطلب ايفون، هيطلب يسافر، هيطلب مش عارف ايه، شوية حاجات كتير. يعني إجمال الأهالي بيقلقوا من السؤال ده لأولادهم. والحقيقة من المهم جدا 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 انك تسأل ابنك هو عايز ايه، هو عايز ايه، مش انت عايز له ايه. تمام؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني توقعاتك ايه انت للعيد؟ يا جماعة مهم جدا نسأل اولادنا. اولا ده في شدة الاحترام لاولادي، بحترم اولادي فبسألهم انت نفسك يحصل ايه؟ ايه اللي بتعمل، إيه اللي لو حصل هتبقى مبسوط، او ايه خطة العيد، ايه خطة سفرية المصيف، ايه خطة يوم الجمعة، ايه تصورك ايه عن يوم كذا واحنا عند تيتا. اسمعوا من الولاد. اي طفل بيعرف يتكلم من فوق 3 سنين اسمعوا من اولادكم. ما بالكم بقى لو اولادكم دول رجاله ومزمزلات عندهم 10 11 12 سنه، فده سن كبير جدا. ضروري ان انا اسال ابني وبنتي. ده بيحسن التواصل، بيأكد ان انا بحترمك وان انت كمان تحترمني، بيأكد ان انا بحترم ابني ده حاجة. الحاجة التانية واللي هي مهمة جدا، هتكتشفوا ان في حاجات بسيطة جدا حلوة جدا العيلة هتقولها. يعني انا مثلا بقول لبين بناتي الكلام ده، لقيت بنتي الكبيرة بتقول لي ايه؟ عايزة شاي بلبن وكحك. احنا في العادي عندنا كحك في العيد، في العادي بنعمل شاي بلبن في العيد. بس فكرة ان هي تذكرها تخليني ممكن انتبه ان وارد اكون انا سايبة الشاي بلبن اللي عايز يشرب، والكحك اهو موجود على الترابيزه اللي عايز يروح ياكل، وما اهتمتش ان احنا نقعد القعده اللي فيها صينيه وشاي بلبن وكلنا نصب وناكل مع بعض كحك وشاي بلبن بعد صلاه العيد. وارد اكون انا ما عملتش كده من عيدين ثلاثه. تمام؟ فبما انها ذكرتها يبقى حاجه مهمه وحاجه انا اعرف اعملها، لكن انا ممكن ما يجيش على بالي ان اعملها. تمام؟ في مره بتحكي لي ان ابنها قال لها نفطر سوا، بس يعني نفطر سوا بس. يعني ايه ده؟ هي ما تتخيلش خطة العيد فيها ان احنا نفطر سوا. ممكن تكون الست دي عمالة تفكر في فسح وسفر ومروح ومجي، وما يجيش في دماغها ان هي قعدة الفطار بان احنا نقعد كلنا على نفس المكان وناكل واحنا ونهزر وبتاع فارقة مع اولادها. ما جاش في دماغها بس مش اكتر. فلما نسأل الولاد، اولا هنحترمهم وهنوثق الاحترام ده بشكل عملي. ثانيا هنعرف افكار قد تكون ما تجيش في دماغك فعلا. ثالثا في بعض الحاجات هتنفع على فكره، يعني في حاجات من اللي هم هيقولوها هنقدر نحطها في خطه العيد، وفي حاجات خياليه وهميه. يعني بقى هاتيلي ايفون، هاتيلي نروح نسافر بره مصر، نروح مش عارف ايه، قد يكون حاجات اوفر وانت مش ناويه تعمليها في العيد. عادي، انا ما قلتلكيش خليكي جن المصباح، هو ما دعكش مصباح علاء الدين. عادي يطلب حاجات وما تتنفس. لا انا كده هعشمه، لا ما عشمناهوش، انت قلتي هتعمليها. اعشمه لما اقول له هنعمل كده، لكن احنا مش هنعمل كده. فعادي بنتي تقولي نسافر مثلا، واقول لها والله السفر مش في البادجت بتاعتي العيد ده للاسف، لكن ربنا ييسر ان شاء الله واحط السفر في البادجت بتاعتي مثلا للصيف، لاخر الصيف، للسنه الجايه، اي حاجه. تمام؟ ممكن تقول لك مثلا ايه، عايزين نخرج نروح حته فلانيه. يعني بنتي الصغيره قالت مكان ايس كريم، هو مكان جنبي بس انا ما جاتش في دماغي احطه في خطه العيد، يعني ما ننزل يجيبوا ايس كريم من السوبر ماركت يعني. لكن لما هي قالته ناكل ايس كريم من الحته الفلانيه، فقلت لها والله ممكن على اول يوم العيد بالليل، على كده الدنيا لما الجو يبقى حلو كده بالليل، نروح اصلا المحل جنبي اصلا يعني، فنروح ساعه ولا حاجه ناكل ايس كريم من جوه المحل ونيجي. فاذا هي لو ما قالتش ممكن ما يجيش في دماغي، مش لاني مش عايزه اجيب الايس كريم، لكن كده يعني، وهكذا. تمام؟ ده في نقطة كمان غير النقاط دي مهمة تخلينا نسأل العيال في العيد. يا جماعة في نوع أسئلة بيخليك تودي لأماكن أنت ما كنتش هناك. يعني الحديث العظيم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لما جه واحد قال له ائذن لي بالزنا، رايح للرسول، الرسول يقول له ائذن لي بذنب زي الزنا، انت متخيلين؟ فالرسول بمنتهى الهدوء، بمنتهى الهدوء، لا انفعل ولا ازاي تقول كده الرسول المسلمين، ولا ازاي تطلب طلب زي ده اصلا، ولا كده. سأل الراجل سؤال في علم النفس عندنا اسمه سؤال افتتاحي، يعني بنشوف فيه الدماغ رايحه لفين. فقال له هترضاها لامك؟ تمام؟ فدايما كنت اتخيل لو الراجل ده قال له يا رسول الله، يعني هو لو قال له هو الاجابه ان في الحديث الراجل قال له لا. تمام؟ لكن لو هو كان قال له فاذا كان يبقى المشكله في دماغ الراجل دي، في النخوه بتاعته، في رجولته، في غيرته. فاذا الرسول عرف فين المشكله. لما الرسول ساله وقال له هترضاها لامك والراجل قال لا،
فاذا مشكله الراجل ده مش في نخوته، مش في رجولته، هو بيغير اهو وعنده نخوه وعنده رجوله، بس كانت مشكلته في ايه؟ انه عايز يتجوز، كانت نقطه تانية، فالرسول اتكلم فيها بقى في النقطه التانية. فنفس الفكره، لما تيجي مثلا تسالي ابنك او بنتك وتسال سؤال لاولادك دول وتقول له نفسك في ايه في العيد، او تصورك ايه عن يوم العيد، فيروح قايل لك سيبني في حالي، مالكوش دعوه بيا، ما تقولوليش صح وغلط، ما تقولوليش صلي، ما تقوليش قوم، ما تقوليش املى ازايز مثلا. فاذا الولد ده او البنت دي عنده خلل في دور الابوه، في دور الاب او دور الام، فاذا محتاج يتعلم انا ليه بعمل كده. فساعتها اقول انا يا حبيبي بعمل كده علشان انا امك، انا امك، انا دوري ان انا الفت نظرك للصلاه في كل اذان، انا دوري ان اعلمك الصح من الغلط، انا دوري ان ادربك على النظافه وادربك على النظام وادربك على اهتمامك بنظافتك الشخصيه، ده دوري انا، ربنا هيسالني يوم القيامه على كده. فاذا الولد ده او البنت دي عنده خلل في دور الاب او الام. تمام. طب لو قال مثلا انا عايز اكل مثلا، انا عايز مش عارف ايه، وفي حاجات وارد، يعني انا مثلا عندي قانون في البيت مفيش فاست فود الا بمعدل معين، فلقيت بنتي الكبيره من ضمن الحاجات اللي عايزاها في تصور العيد ناكل فاست فود، وارد اسمح في العيد ان احنا ناكل فاست فود مره ولا حاجه، اساس انه عيد يعني وممكن نعمل خلل في القانون، يعني مش مشكله، مره لا باس بمره يعني. انا بالنسبه لي ما فيهاش مشكله، فقلت خلاص ماشي، يبقى احنا هناكل مره فاست فود، هنروح ناكل ايس كريم الحته الفلانيه، هننزل نصلي العيد، هنطلع نعمل حفله شاي بلبن وبسكوت وكحك وبتاع، كل دي حاجات هنقدر عليها. مثلا هنزور خالته، مش عارفه مين هيجي لنا، هنعزم مين. فاذا في حاجات جبتها من التصورات اللي هم قالوها، وفي حاجات انا قلت لهم لا هي اوت اوف ماي بادجت، يعني انا مش معايا في البادجت بتاعتي اعمل كده، او هنأجلها، او هنخليها اخر الصيف، او هنخليها بدايه كذا، او ممكن انتوا تعملوها بالعيديه بتاعتكم. كل ده كلام عملناه من سؤال انت عايز ايه في العيد، هتعمل ايه في العيد، ايه الاخبار العيد معاك. فوثقنا الاحترام، وثقنا التواصل، خلينا في تواصل نفسي بيننا وبين اولادنا، سمعنا اولادنا، عرفنا دماغهم عامله ازاي، ظبطنا حاجات ممكن ما كناش منتبهين ليها، وحققنا كتير وكتير وكتير من التواصل والحب والمشاعر الطيبه. دمتم بخير، كل سنة وانتم بألف صحة وسلامة وخير، عيد فطر سعيد على الجميع يا رب وعلى كل الأمة الإسلامية، ربنا يا رب يعودها علينا بخير، ونفرح بالعيد ونفرح بنصرة إخواتنا في فلسطين، ويكرمهم ويبارك لهم ويلهمهم الصبر على فقدانهم في الشهداء وفي المصابين وفي بيوتهم وفي كل ما فقدوه، يا رب ربنا يربط على قلوبهم ونفرح جميعا بفرحتهم. وكل سنة وانتم طيبين. مجد عمار، احنا بتوع تربية.